القطعة اللي قبل شوي سمعناها. فلو اتبعت التعليمات اللي موجودة تكون معانا على الشاشة وأخذتها مجموعات، يعني كل جملة لحنية فترة يوم يومين ثلاثة بعدين تضيفها على بعض، حتقدر تعزف القطعة هذه إن شاء الله في أقل من يومين أو ثلاثة. حتلاقي عندك في الشاشة كتابات تدلك على المعلومات اللي تساعدك في العزف. أول شيء رقم الخانة هي هذه، يعني هذه الخانة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، لين 12. رقم 7 اللي فيها نقطة بيضاء من هنا بعض الجيتارات. وحتلاقي بعدها عدد المرات، يعني كم مرة تعزف هذه النوتة، ورقم الأصبع، هذا الأصبع 1 2 3 4. بالتالي حيكون مشروح بالضبط إيش أنت بتشتغل على القطعة دي. بالنسبة لليد اليمين حيكون الأربيجيو A-M-I، اللي هو هذا ال A على الوتر الأول مي، يعزف الوتر الأول مي، والM على الوتر C الثاني، والI على الوتر الثالث صول. A-M-I زي ما قلنا A-M-I 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 باليد اليمين، ال A على المي، والM على السي، والI على الصول. طول القطعة احنا بنعزف نفس الشيء باليد اليمين، ما يتغير. هذا الاربيجيو يتكرر طول القطعة ما يتغير، فبالتالي تتمرن عليه لحاله لو يوم يومين اسبوع لين تزبطه على اوتار فاضية. على الاقل توصل لهذه السرعة، يكون مرتب كل اصبع لحاله زي تكتكة الساعة 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بعدين نبدأ القطعة. طبعا إذا بدك دوزن الجيتار بدل مي، لا، ري، صول، سي، مي. نبدأ القطعة نعزفها بطيئة جدا عشان تستوعب المعلومات اللي مكتوبة، وبعدين انت تجمعها لبعض وتزيد السرعة على قد ما تحب. نبدأ القطعة صباع رقم 3، خانة رقم 7 4 مرات.